السلام عليكم، حياكم الله اعزائنا متابعينا، وكالعاده يا ساده صلاح نبي مصر السعاده. طبعا نحن الان يا شباب في المؤسسه الوطنيه لمكافحه السرطان، واليوم بيفعلون مزاد على السياره اللي يتبرع بها ابراهيم الخولاني لمرضى السرطان والفشل الكلوي. طبعا يا شباب ومتجر السرم في هذا داخل المؤسسه بيهديه السياره الكامري الثانيه. طبعا ما اديكم كيف القصه يا شباب. بدات من مركز الامراء، فعل اعلان الخولاني وبعدها تحدى، قال لو توصل الى 1,000,000 متابع انا بدي لك كموره، بدي لك كموره الاموره. وبعد الخولاني فعل فيديو ورا فيديو والناس تفاعلوا معه وكذا، ولو ما وصل الى 1,000,000 متابع، ورغم انه لو ما كان في خلاله هو بيوصل الى 1,000,000 متابع، وفي معارضين له ويقولوا لا انت تشتي مدري ما وانت مدري ما، والرجال لو ما وصل لل1,000,000 يا شباب اهداها لمرضى السرطان والفشل الكلوي، قهرهم دمرهم، فعل حاجه يا شباب فوق قدرتنا. والان يا شباب متجر السرم يعني لانه يعني اهم شيء انه شكره وقال وانت تستاهل وكل شيء، والدوله سياره ثانيه كامري ثاني. فعلا يا شباب ما نقصر، ما نصدق. اليوم يا شباب نحن بنغطي لكم حفل استلام السياره من متجر السرم، وفي نفس الوقت المزاد العلني اللي يبيعوا فيها الكامرري الاولى. تابع معنا يا شباب هذا المقطع. طبعا يا شباب شوف احنا بنفرح بك يا خولاني، الجعفري بيفرح بك اليوم، ادينا لك الله كنتريهات يعني بنفرح بك احنا وعبد الرحمن وعبد المطلب من خلف الكاميرا. عبد المطلب كيف الله ينال ما له الا فرحه من المعدوم يا قيادتنا. كيف رايك بالشيخ ابراهيم برهومي من خولاني؟ ما اعرفش ما لك عبود. والله معنا مبادره ضخمه لو ما تبرع بالسياره لمرضى السرطان. الله وان شاء الله اني يعني مش يعني تكون اول مبادره او اخر مبادره، ان شاء الله يكون الداعمين كثير، ان شاء الله يتعلموا مثل ايوه اكيد، وهذه في ميزان حسناتهم، وان شاء الله يدي لك يعني سياره غيرها وان شاء الله من دو سياره الان جديده. ايوه ان شاء الله هذا كله يعني اكيد هذا كله من ثمر ايش انه تصدق وانه انفقها يعني بروح صادقه يعني ونفس ايوه ونيه طيبه صادقه. بكل صراحه ما قد عرفت ايش الصدق، والله ما قد عرفت واقع شفت الفيديو، بس الان عرفته وجدت وجبتني بدل حقه. صح انه متابع له ولا لا؟ لا شو والله عبود فعله قارح انا يلا يا شباب تابعوا معنا عشان ندخل لاجل يستلم السياره ويبيع السياره الاولى. يا شباب وصلنا المؤسسه الشباب. وين ايوه هذيك الذي قد ربحها، والثانيه ذي عايش لها اليوم ان شاء الله. ما قجاش احد جمعوا يا شباب رايحين للخولاني على مزاد على هذه، وهذه يربح ابوها. هنا اي ما له هذا ما له ما حكم انت والله انك حاقد مغرض، عارف محتوى سياره حيجيت معرفه على يد الحين هنا. عبودي سالفه شباب قد غطوا السياره هذه الذي يربح. ايوه يقول لك يا اخي عوام احنا بسرناها اول. دخلنا يا شباب نمر نظرين للحظات الحاسمه. يقول بكم بادئ بتاع في المزاد الاول؟ والله العظيم عند الله عليها 10,000 دولار دحين يبدا المزاد كله على حسب فاعلين الخير. الله يكتب لهم الخير ان شاء الله. والله يهنيه الخولاني، الله يبارك له. لا على الصوره بكم تقدرنا حتى السياره اقل حاجه 15 ويبدا المزاد من 10,000 دولار يا اخي. هو كله حتى ولو ما زاد، كل ما زاد السعر كل ما كان افضل. 15 مليون وانا اشتريها ان شاء الله، لان العايد حقها هو بتكون تيرم صلبي يا عبد الرحمن، تيرم صلبي قبل تيرم برا على اخرتك يا اخي. حقك يا ابراهيم، حقك يا ابراهيم. هنا هاي ما تقرح له على واحده. مبروك عايز لخنا واحده انا داري. الحين طرحها في راس عبودي. هذا اللي يخسر يا شباب.
بصوت الأخ الدكتور عاصم الربيعي ليتفضل مشكورا مأجورا. ملببين يا شباب. ليش مش صايمين؟ ها؟ ليش مش صايمين؟ يا اخي مع الوقت فوق قدرتنا هذا. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. يشهد الرجال والسادة الأفاضل والنساء الكرام في هذا الحدث الاحتفالي النشيد الوطني في المؤسسة الوطنية، وفي هذا اليوم والجمع المبارك جميعنا لأداء وترديد النشيد الوطني. نشيد. التهنئة والتبريك نعم. طبعا الرائد فون هو الوكيل الوحيد لشركة اوكتي اليمن. ايش الدولة يا عبد؟ ايش الدولة؟ والله تلفون ضخم. يستاهل برهم. نعم بنفس الهوية والزخم. وشكرا ستورم. معنا ملاخ شكيب الشبيبي. قبل ما ادي لكم الكلمة، طبعا انتم تعرفوا اني انا ومحمود من اعز الاصحاب من اعز الاصدقاء، صح ولا لا؟ طبعا محمود عنده حلم من صغره انه يطلع في مسرح ويبين للناس موهبته القويه والعظيمه في الانشاد. عنده رغبه متأججه من الصغر انه يطلع امام المسرح ويغني وينشد ويسمع الناس كلهم صوته. طبعا محمود كان عنده فرص انه يشارك في ذا فويس كيدز، بس بسبب الاوضاع الذي حاصله معنا في اليمن ما قدرنا نوصله لذا فويس كيدز، بس باذن الله اني بكون سبب في شهرة صوته وفي ظهوره للعلن كاجمل موهبه في 2029. تحيه. الحين يطلع يغني رز محمود. مشوه. لا الحين يغني هذا صوت. استحضر مشاعرك. رز محمود. والله ابراهيم كانك تحمس شويه يا رجال. ها؟ يا محمود ما غني يا ابراهيم، اغني رز محمود. ها؟ اي شيء يا طيبه يا طيبة يا دوا العيان ابراهيم الخواني جيك يمكن اسمعوا ابراهيم الخواني حب يلطف ماما اسمحي لي راح العب ماما. قالت له لا يا بابا ممكن يجيك التال. هذا الجمهور، لكن الجمهور المستقر في منزلي قلت السنجاب في منزلي حبيبي محمود. تحيه لمحمود. طيب في 12100 دولار يا هنايا. مع الرخصة الذي فاز بالخير المبين الأخ أحمد الحضراني. وين الأخ أحمد الحضراني؟ أين نحن نحلم بذلك، وخاصة إذا واقعنا وجوب إن احنا نحلم. هذا يا عبد ونسعى ونبادر. ما حد أصحابي عارفين بدأت من القاع من الرجول. أول واحد حاول
يا شباب داعم بان فتح الخولاني بان نجي غير ممثلين. اول ما يفتح لحظه اول ما يلا القتال علشان احنا الشباب اللي موجودين هنا عشان يقول لكم هذا الكلام. هذا مش اخر عمل عنكم به، احنا الان شركه بنوظف من خلالها اكبر عدد ممكن من الشباب. الان اهم لحظه، الالعاب الناريه صناعي جهاز لاهم لحظه. حقيقه له هذا